ولو تتبعنا أخبار العالم الإسلامي لرأينا أننا لا يمر بنا يوم واحد إلا ونفقد عالما وعالمين وثلاثة هما مرجع في العلم والدين، ولكن لجهلنا لا نسمع ولا نفكر. ونفقد في اليوم الواحد أيضا علماء عاديين ليسوا بهذه المرتبة العالية، نفقد العشرات، ونفقد أكثر وأكثر من طلبة العلم، وهؤلاء وإن كانوا طلبة صغارا لكن لا يعني أننا نستغني عنهم ولا نشعر بفقدهم، لأننا يا شباب وبكل صراحة نحن في أي بلد إسلامي كان ليس عندنا من طلبة العلم ما نسد به حاجة المنبر والمحراب. يعني طلاب علم بدأوا العلم وطلبوه سنوات قليلة يسدون هذا المحراب، إمام طالب علم يصلي بالمسلمين، كثيرا ما نجد محاريب لا يسدها طالب علم لفقد طالب العلم، فضلا عن المنبر، فضلا عن المرجع في العلم والفتوى، فضلا عن مرجع في العلم كله يكون مرجعا للأمة. وهكذا نفقد ونفقد على التوالي، ولا نشعر ولا نفكر ولا نخطط للعوض عن هذا العالم المرجع في دين الله عز وجل. هذا مصاب جلل جدا يا أيها الناس، يا شباب، يا طلاب العلم.